الفساد هنايا من الدرجة الأولى، سواء من جميع الأجناس، مغربيات هما الدريات اخوتي مورايا، الدريات خارقين الهيج، خارقين العالم. ما تنساوش الدعم والاشتراك للقناه. واخا انني انا اكثر من 3 شهور ما فلوغيش والفيديوهات ديالي ما بقاوش يطلعوا بزاف، ولكن نتوما الا بغيتوا تعاونوني وبغيتوا انه الفيديوهات ديالي يوصلوا وبغيتوا نتوما تعاونوا واحد اخر يعرف شي حوايج اخرين، فهذه هي الفرصه خوتي. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيان؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير. الفلوق 3 تركيا. المهم اخوتي انا في ساحه التقسيم، الساحه اللي تعرفوا كما تشوفوا الدرابو هو مورايا اخوتي، وانا في ساحه التقسيم. هاد الساحه هادي اي واحد نزل في مطار صبيحه ولا مطار اسطنبول ضروري انه الا ما كانش انه ريزيرفي ان ترونسبور بريفي، فضروري انه يشد طاكسي ولا يشد ضروري انه يشد واحد لي بيس اللي تسميهم هنا لي هافا بيس. غادي يجيبك لهنا، ما غاديش يجيبك بالضبط لهنا، ولكن المهم تيحط في واحد الجهه اللي هي الهي. هذيك الجهه هنا فين تيجيو لي هافا بيس، واغلبيه الاجانب تيهبطوا في هذه الساحه هذه. الساحه هذه معروفه بزاف د الحوايج، معروفه بالجمال ديالها كما تشوفوا اخوتي. فهنايا في واحد الساحه كبيره 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 بزاف. هاد الساحه هذه فهي كما قلت لكم فيها بزاف د الحوايج. فيها اول حاجه كما تنقول لكم ثقافات، وفيها شي حوايج اللي انا ما بغيتش نصورهم لكم، ولكن ضروري خاصني نصورهم لكم، ضروري خاصني نصورهم لكم باش تعرفوا. اي واحد جا تركيا غادي يتحط في هذه الساحه هذه اللي تتشوفوا كلها عامره. ما نطولش عليكم بزاف في الهضره، نخليكم تكتشفوها ومن بعد غادي نجي وندوي لكم على هذه الساحه هذه، وغتعرفوا شنو هما الحوايج اللي غادي تلقاو في هذه الساحه، سواء زوينين سواء خايبين. كيف قلت لكم اخوتي في هذه الساحه هذه فهي عامره بزاف، كما شفتوا معايا فهي فيها بزاف الناس وفيها بزاف الثقافات، فيها بزاف الاجناس، فيها يعني بزاف. انا اليوم جيت كما قلت لكم في الفلوق الاول والفلوق الثاني والفلوق الثالث انني غادي نبين لكم الايجابيات، ولكن غادي نركز بزاف 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 على السلبيات ديال هذا البلاد. هاد السلبيات هنا كما قلت لكم كاينين اجناس، كاينين مغاربه، كاينين افغانستان، كاينين سوريين، كاينين عراقيين، كاينين مصريين، يعني من جميع الثقافات ممكن تلاقى معاهم اخوتي. كاين الفساد هنا، كاين كما قلت لكم كاينين شي حوايج اللي نتوما اصلا بعاد عليهم، وما تنبغيش نوسخ القناه ديالي، وما تنبغيش انني نبين فيها شي حوايج خايبين. المهم بقاو معايا، غادي نحاول انني ما غاديش نبارطاجي معكم بزاف د الحوايج خايبين، ولكن المهم غنوصل لكم الميساج
المهم انكم تعرفوا هذه الساحه هذه انها شنو تيكون فيها. الفساد هنايا من الدرجه الاولى، سواء من جميع الاجناس، مغربيات، سوريات، عراقيات، افغانستانيات، افارقه، فهما تيبيعوا الهوا ديالهم في هذه الساحه هذه. هذه الساحه كما تشوفوا في هذه السيده هذه، انا ما غاديش نبينها، نحاول ما نبينهاش. فهذه السيده مغربيه بائعه الهوا، ما غاديش نحاول انني احتراما لها الله يحسن العوان انا نوريكم عاوتاني واحد شكل اخر ديال الافارقه بحال هذيك السيده اللي تشوفوا قدامي، افريقيه، فهي بائعه الهوا. ماشي غير الافارقه تنعاود، فهما بنات البلاد، سوريا، مغربيات، سوريات، من جميع الاجناس تيجيو لهاد البياصه هذه انهم تيبيعوا الهوا ديالهم. اللي لابسه جلباب مغربي، لابسه تقليد مغربي، فهي بائعه الهوا تجي لهاد البياصه هذه باش انها ترزق. هذه مولات الخضر فهي افارقه تيقلبوا بائعه الهوا. هذه كذلك، وكاين بزاف المغربيات. واحد المغربيه راه شافتني وهي تهرب، عرفتني مغربي تنبلوغ، تيترجموها بالو التيرم ديالهم انهم تيقلبوا على الرزق، ولكن الرزق حنا تنعرفوا انه يكون حلال ماشي حرام، وتنعاودها وتنكررها الله يحسن العوان. خا ان كاينين الشرطه، كاينين رجال الامن كما تشوفوا قدامي، فهادو رجال الامن تيحاولوا انهم يبعدوهم على هاد البلاصه هادي باش ما يشوهوش السمعه ديال هاد البلاد، وباش ما يشوهوش السمعه ديال هاد المساحه هادي ولا ديال هاد الساحه هادي. اي واحد جا لتركيا ضروري انه غادي يجي هنا، ضروري انه ما غادي يتحط في هاد البياصه هادي، ضروري انه ما غادي يشوف شي حوايج اللي تنوريكم نتوما دابا. انا تنوريكم الحقيقه ديال تركيا، وتنوريكم شنو المعاناه ديال الناس هنا في تركيا، سواء دريات سواء دراري. انا غادي نحاول نقلب على دراري اللي هما تيمثلوا ريوسهم انهم كأنثى اللي تنسميهم حنايا خنثى، او تنسميهم في واحد التيرم ما غاديش نبغي نقولوا احتراما لبزاف الناس، لان هذا الفيديو تيشوفوا الصغير والكبير وهذا. نخليو الساحه اللي دويت لكم عليها وشنو فيها، وغنمشيو نشوفوا الحوايج الزوينين. تخرج من الساحه غادي تلقى ضروري شارع استقلال. شارع الاستقلال اللي اول فلوق درش هو في هذا الشارع هذا اللي هو معروف. يعني علاش؟ من انه معروف كيف قلت لكم ان اي واحد تيجي لتركيا وتيتحط في المطار ضروري انه ما يجي لساحه التقسيم. من ساحه التقسيم فالساحه كما تشوفوا فهي مرايا، وها هو شارع الاستقلال هو حدايا خويا. الشارع هذا فهو كبير بزاف، غندخلوا ليه وديجا دخلنا ليه، ولكن دابا غنعطيو عاوتاني واحد الصوره اخرى وغادي نشوفوا فيه شي حوايج زوينين. ما تنساوش الدعم والاشتراك للقناه، واخا انني انا اكثر من 3 شهور ما فلوغيش والفيديوهات ديالي ما بقاوش يطلعوا بزاف، ولكن نتوما الا بغيتوا تعاونوني وبغيتوا انه الفيديوهات ديالي يوصلوا، وبغيتوا نتوما تعاونوا واحد اخر يعرف شي حوايج اخرين، فهذه هي الفرصه خوتي، ومرحبا بكم كاملين عندي. هذا مطعم المدينة، هادو من الفروع ديال الشيف بوراق المعروف عند العالم، هادو من الفروع ديالو من المطاعم ديالو. اي مطعم في مدينة اسطنبول سميتو مطعم المدينة فهو من الفرع من الفروع ديال الشيف بوراق. شوفوا المظهر اخوتي، فهو جميل جدا. كاينين بزاف المطاعم ديالو في هذا الشارع هذا، كاينين بزاف الحوايج ديالو في هذا البلاد، في هذا الشارع الاستقلال، في هذه البلاد نيت فعلا. هادو راه الطونوبيلات دايرين هاد الحيحه كامله، طونوبيلات دايرين هاد الحيحه كامله. عاد شوفوا كما تشوفوا الطونوبيل دايره الضجيج. ها وحده اخرى نوريها لكم. التواركه قالوا للمغاربه انتم ما تعرفوش في اللحمه،
لدرجه ما تصورش كما شفتوا. فهما غير جوج طوموبيلات دايرين حيحه والناس تطيح قدامهم والهيش بحال ما الا سمعتها انت غتقول انها ديسكوتيكا. المهم اخوتي بقاو معايا ان شاء الله ان شاء الله غادي نوريكم شي حويجات اللي نتوما خاصكم تعرفوهم بالضبط على هاد البلاد هاد. وباقي ان شاء الله غادي يكون الفلوق الرابع اللي هو غادي يكون ان شاء الله الخاتمه ديال هاد السلسله ديال تركيا، لانني انا ما بغيتش نبقى ندير شي حوايج اللي ديجا ان الناس داروهم وداروهم وداروهم وداروهم. المهم بقاو معايا خوتي ان شاء الله نوريكم شي حوايج باقي نتوما اصلا ما عرفتوهمش، وكما تنعاود لكم تنحاول انني ماكسيموم انني باش نبين لكم السلبيات، لان الايجابيات دوى عليهم الناس بزاف. انا ما غاديش ندوي على الايجابيات لانكم تعرفوها، فانا غندوي على السلبيات. واحد تقريبا واحد 60% و 40% اللي بقات راكم تعرفوها. هادو راه ماشي القفاطن ديال المغاربه، هادو القفاطن ديال تركيا، باش تكونوا عارفين. هادو راه ماشي القفاطن ديال المغرب، هادو راه اللباس ديال تركيا كما تشوفوا. فهذا هو اللباس التقليدي ديالهم ديال الدراري الصغار، وهذا اللي الزين النسائي ديالهم. فعندهم واحد الحضاره تبارك الله مانيفيك واعره بزاف. سوا سيدينغا واي 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 هادو الزناقي تيكونوا فيهم لي ريستورون، تيكونوا فيهم لي بار، تيكونوا فيهم لي بواط، تيكون فيهم بزاف الحوايج كما تشوفوا الناس جالسه نورمال. هادو دائما في شارع الاستقلال تيكونوا هاد لي بواط هادو كما تشوفوا اخوتي. خوتي كيما تشوفوا فانا وريتكم شويه من بزاف في هذا الفلوق هذا غادي يسالي هنا. انا الفلوقات ما تنبغيش نفوش فيهم 5 دقائق 6 دقائق، ولكن هذا غادي يكون شويه طويل لانني بينت فيه بزاف الحوايج، ماشي بزاف الحويجات، ولكن انني خرجت على اساس انني باش نبين لكم شنو كاين في اكبر مساحه واكبر ساحه تهود لها بنادم. فهو هذاك الشيء اللي وريتكم في الاول ديال الفلوق، وهذا الشيء تيبقى انني كما تنقولوا ندير جماليه للفلوق، ما نديروش فيه فلوق كله خايب، ولكن تنحاولوا اننا كما تيقولوا اننا نديروا شويه زوين شويه خايب كما قلت لكم في البدايه ديال الفلوق. والناس اللي شافوا الفلوقات الاولين باش انهم ما يعجبهم الحال اي كان. هذا اللي كاين. واحد الحاجه اخوتي هنايا راه الطوموبيل ها انتم ما تعطيش حق الاسبقيه والو، ما تعطيكش حق الاسبقيه. هذا راه كيفاش وشوف بحالات واحد شويه بدا يكلاكسوني عليك. فيهمش الاداب، ما فيهم الصواب، ما فيهمش بزاف د الحوايج. المهم اخوتي ما نطولش عليكم بزاف، هنا غادي يسالي الفلوق، هنا غادي نخليو حتى النهار غدا ان شاء الله باذن الله، وغادي يكون واحد الفلوق ان شاء الله زوين ان شاء الله باذن الله. نحاولوا اننا نختموا به هذه السلسله اللي غادي يكونوا فيها غير 4 الفيديوهات ولا 5 على طريق العوده، لانني انا هنا كنت اكثر من 11 يوم
ها انتوما تشوفوا انا دايز كلشي قدامكم اخوتي. بدات تطرش علينا الماء وسمحوا لان علاش كما تشوفوا انا كما قلت لكم غادي نوريكم السلبيات ديال هاد البلاد هادي. خايبين بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. بيس عليكم، بقاو معايا ان شاء الله حتى الفلوق الجاي.